وسط الملعب لاكرم، ضربوا خط وسط سموحه بشكل كويس، يروح للدبيس، هل يلحق كريم يلحق ويعمل عرضيه متقنه. هو يقبل النادي الاهلي انه ينتهي الشوط الاول. وادي السي بتاعت محمد مجدي قفشه، السي المحليه لمحمد مجدي قفشه، يسرى للنادي الاهلي على مر التاريخ. وطبعا ربيع ياسين، لكن هنا اكرم حطها له وشالها ازاي. شوف شالها ازاي يا ولد يا كريم يا دبيس. انه دوما مطالب بصناعه التاريخ، كل يوم يسجل الاهلي اللي انيا يعتلي صداره جدول الترتيب. قفشه يقينا مش متسلل، الشك كله يكمن في كرة كريم الدبيس، يبدو للوهلة الأولى إنه أون سايد. سجل للنادي الأهلي هدف في توقيت قاتل، اللي لا يعرف إلا لغة الأهداف ولغة الانتصارات ولغة البطولات، ولو وقع له 1000 قومة يستعين بقومة من ال1000 عن طريق حسين. مرة تانية حسين يعدي من الأول ويعدي من التاني حسين ويضم للقلب ويحطها لإمام، إمام انفراد، إمام انفراد، إمام انفراد. يا ولد 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 يا إمام، جول إمام عاشور. يسجل إمام عاشور هدف غالي جدا للنادي الأهلي من يعني اسيست رائع من حسين الشحات. النادي الأهلي عن طريق إمام عاشور يتلاعب بمحمد أشرف ويسجل الهدف الثاني ببراعة وبهدوء وبثقة. وادي اللي قلت عليه، يتزعم الصناعة ويتزعم التسجيل من الجيل الحالي. حسين الشحات يحط واحدة لإمام عاشور، يسجل على طول إمام عاشور هدف الثاني للنادي الأهلي. عشان جمهور الأهلي يقول لك بص على اللوحة، بص على اللوحة، النادي الأهلي نفسه مفتوحة. 2 النادي الأهلي 0 سموحة في لقاء يعني بدا في المتناول لسموحة انه يخرج بنقطة، صعبها عليهم قفشة، ثم ازدادت صعوبة بعد المراوغة الرائعة وهدوء الأعصاب من إمام. في حاجات وأماكن ونعارك بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق بحبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي.